شنو غيكون الاحساس ديالك الا قلت لك بلي كاين واحد الوحش بشري عايش معنا قدر انه يسد ودنيه على الغوات ديال واحد البنت صغيره ما كملاتش حتى 6 سنين وبقى شاده وكيزير عليها في عنقه وهي كتخنق بين يديه حتى قطع عليها النفس ولاح بحال شي خنشه من الشرجم ديال 6 ايطاج. هاد الكارثه وقعت في مجمع سكني راقي وسط ساو باولو في البرازيل. بابات البنت ومرته كانوا لتحت في الجردة كيبكيو ومنهارين فوق الجثة ديال البنت. البوليس في الاول في التحقيق كان كيقول بلي غيكون شي شفار دخل الغرفه ديال البنت وشفر شي حاجه تما وملي البنت فاقت بيه لاحه وهرب. ولكن التحقيق ديال الطبيب الشرعي صدمهم وقال لهم شتي هاد البنت هادي راه واخا تلاحت من 6 ايطاج راه ماشي الطيحه اللي قتلاتها. البنت ملي تلاحت من الفوق راه اصلا كانت قريبه تموت وكانت كتلفظ الانفاس الاخيره ديالها. البوليس هنا اضطروا انهم يرجعوا للشقه ويفحصوها لانه مكان الجريمه غالبا غادي يكون في الشقه قبل ما تلاح البنت. البوليس رشوا ماده اللومينول وسط الشقه وضواو بالضو الزرق ديالهم وتصدموا حيت لقاو بقع ديال الدم في كل قنت واكتشفوا بلي ديك البنيه الصغيره مسكينه عاشت جحيم قبل ما يلوحوها من الفوق. تعرضت لضرب مبرح وجروها من شعرها وهي كتبكي وكترجى، والابشع انهم لقاو بقعه ديال الدم ديالها لاصقه في الحيط العماره من برا تحت السرجم. يعني البنت وهي كتلاح كانت شاده في الحيط بكل جهد وكتدافع على حياتها والوحش كان كيدفع فيها حتى غلبها. شكون هاد السيكوبات اللي دار هاد الجريمه وكيفاش تفصيله غبيه وصغيره بزاف دارها المجرم فضحاته قدام العالم؟ تابعوا معايا القصه حيت الحقيقه غتصدمكم اكثر من اللي كتخيلوا. القصه ديالنا غتبدا سنوات قبل هاد الكارثه. كان واحد الدري سميتو الكسندر ناردوني مواليد 1978 عايش في مدينه ساو باولو. هاد الكسندر كان كيقرا وتعرف على واحد البنت كتسكن في الحي ديالهم، كانت صغر منه ب6 سنين، سميتها أنا كارولينا أوليفيرا. ألكسندر وأوليفيرا عاشوا قصة حب طفولية ديال المراهقة اللي دامت 3 سنين. بحكم أن المدارس ديالهم كانوا قراب فكانوا ديما مع بعضياتهم وكانوا ديما كيتلاقاو حتى تخرجت أوليفيرا من الثانوية. وبسبب الطيش وقلة الخبرة أوليفيرا حملات بالغلط وهي مازال صغيرة، يلا كانت عندها 17 عام، والكسندر في ذاك الوقت كانت عنده 23 عام. ويلا كان كيقرا في الجامعه وكان داير تخصص الحقوق. وهنا بدات المشاكل حيت الكسندر ملي شافها حامله اقترح عليها يعيشوا مع بعضياتهم، ولكن اوليفيرا رفضات حيت حسات بلي العلاقه ديالهم بدات كتبرد ومستحيل تنجح. وفعلا بتاريخ 18 ابريل 2002 اوليفيرا ولدت بنتها ايزابيلا. قررت تسالي مع الكسندر في خطره حيت شكات فيه كان كيخونها. الكسندر ما عطلهاش، قال لها حتى انا الصراحه بغيت نتفارق معاك باش نقدر نركز في القرايه ديالي والامتحانات ديالي، انا اللي مهم بنتي غنتهلا فيها علاش ما قدرت. واتفقوا قانونيا باللي غيولي يعطيها واحد النفقه شهريه وباللي غيولي يشوف بنته ايزابيلا 2 مرات في الشهر. ولكن اوليفيرا غتكتشف من بعد باللي الكسندر ما بالو لا في قرايه ولا في مستقبل ولا في شي حاجه، خلاها ونيشان مشات تزوج بواحد البنت وحده اخرى سميتها كارولينا جاتو. هاد جاتويا كانت كتقرا معاه في نفس الكليه ديال الحقوق، وكثر من هاد الشيء كان كيعرفها من الايامات الاولى اللي كانت فيها اوليفيرا حامله بايزابيلا، يعني كان كيخونها والشكوك ديالها كانوا في محلهم. الكسندر ومرته الجديده جاتويا عاشوا مع بعضياتهم وولدوا 2 الوليدات بيتر وكول. اوليفيرا كافحت كأم عزباء باش تربي بنتها ايزابيلا اللي كبرات وولات واحد البنوته زويونه كلها حيويه وديما ضحكه وكل شيء كيبغيها. الوضع كان كيبان عادي ومستقر، ولكن الداخل كانت العافيه شاعله. المره الثانيه ديال الكسندر كانت فيها واحد الغيره غريبه، نقدروا نقولوا غيره جنونيه ومرضيه من اوليفيرا. كانت كتغير على الكسندر لدرجه ما كتخليش يهضر معاها، كتقول له ممنوع عليك تهضر معاها واخا على بنتك. جاتويا فرضات راسها وولات هي اللي كتكلف بمواعيد النفقه وهي اللي كتكلف باش تمشي تجيب البنت من عند امها لعندهم.
اوليفيرا كبرات عقلها وقالت ماشي مشكل، المهم بنتي تشوف باباها وما تحسش بالنقص. ولكن مامات الكسندر يعني جدة البنيته من باها كانت كتقول ليها شوفي ما عمرك تخلي بنتك بوحدة مع جاتويا في دار وحده، حيت ايزابيل فوق ما كانت كتمشي عند باباها في الاخر ديال الاسبوع كانت كترجع وهي كتبكي. مع البنيته فاش كانت كتجيبها امها للدار كانت كتكون كتبكي، فماماها اكيد جاوها شكوك، خصوصا ملي كتقول لها جداها يعني مامات الكسندر كتقول لها عمرك ما تخلي بنتك بوحدة مع ياتويا، يا اما يكون باها ولا ما تخليهاش. الام بداو كيدخلوها الشكوك، ولكن ما قدرت تعرف حتى شي حاجه، خصوصا ان البنيه ما كانت كتقول لها والو لانه كانت كتخاف. اكيد بنت عندها 6 سنين راه صعيب تخرج منها الهضره، خصوصا الا كان كيحكر عليها شي واحد ولا كيتعدى عليها شي واحد. يعني خاص لنا نخدموا على هذه القضيه هذه مع وليداتنا ونعرفوا كيفاش نجبدوا منهم الهضره، خاصهم يحسوا بالامان باش يقدروا يعاودوا لينا. ما علينا. في ليله 29 مارس 2008 في داك النهار ايزابيل كانت عندها 6 سنين، مشات عند باها ومرتو ياتويا وخوتها الصغار تشوفهم دوزوا نهار زوين، مشاو البارك، ركبوا بيكالات، تعشاو على برا، تقداو من السوبر ماركت، ومع 10:30 ديال الليل رجعوا للعماره فاش ساكنين. كانوا عايشين في واحد المجمع فخم بزاف سميتو برج لندن في حي راقي، والشقه ديالهم كانت في ليطاج السادس. الدراري الصغار بثلاثه في ذاك الوقت كانوا ناعسين في الطوموبيل. الكسندر باش ما يفيقهمش بدا كيهز واحد بواحد وكيطلعوا باش يحطوا في بيتو ينعس. هزوا الاول بنته الكبيره ايزابيلا، طلع بيها وحطها في الفراش ديالها وتفضوا وسد الباب ونزل يدي ولادو الاخرين ويديو طبعا الصخره لانه كي قلت لكم مشاو للسوبر ماركت. على حسب الروايه ديال الكسندر ومرتو هاد الشيء هذا دا منهم 10 ديال الدقائق. وملي طلعوا كاملين للشقه الكسندر كيبان له الضو ديال الغرفه ديال ايزابيل شاعل. دخل باش يرجع بنته تنعس الا كانت فايقه، شويه ما كيلقاش البنت وكيلقى الشرجم محلول. وكانوا هما دايرين داك الشباك اللي كنديروا على حساب الدراري الصغار باش ما يطيحوش، كيتسمى الشباك ديال الحمايه، لقاه مقطع بالمقص ولا بموس ولا بشي حاجه. وملي طل من الشرجم كتبان ليه بنته مليوحه لتحت في الجرده وما كتحركش. مع 12 ديال الليل الجيران كلشي خارج، كلشي مخلوع، البوليس، الاسعاف، كلشي شد الخلعه. الكسندر وياتويا كيبانو كيبكيو. ياتويا في الاول طبعا عيطات لاوليفيرا اللي هي مامة البنت وقالت ليها شوفي راه بنتك ما كتنفسش، ما عرفت مالها. اوليفيرا في الاول كيحسب ليها بلي بنتها غرقات في لابيسين، وهي تبدا تغوت عليها كتقول لها ما تبقايش اش كتعيطي لي انا، ديري لها تنفس صناعي وديري لها شي حاجه، عتقي لي بنتي عتقي لي بنتي. ولكن ياتويا ردت عليها بواحد الجمله اللي نورمالمون ما خصهاش تقال كاع في هاد المواقف. قالت لها شوفي الغلط كله من بنتك هي السبب في هادشي كله. طبعا المسعفين راه جاو وحاولوا يعتقوا ايزابيلا لمده 34 دقيقه وهما كيحاولوا، لانه البنت ما كانش القلب ديالها كيدق، فحاولوا ينعشوها، حاولوا يديروا لها شي حاجه، ولكن البنت مسكينه ماتت. وفي بلاصه ما يديوها للسبيطار اداوها للمشرحه. وهنا بدات المتاهه البوليس. الكسندر ومرتو عطاو نفس الروايه. الكسندر قال للبوليس انا ملي طلعت من الشرجم شفت واحد الراجل لابس الكحل ومغطي وجهه بحال شي ماسك هارب من العماره، وغالبا هاد الكلب هذا غيكون دخل الشقه ملي انا نزلت، وايزابيلا غتكون شافت وجهه حيت هي نعاسه خفيف بزاف، وباش ما تفضحوش وضل حرام غيكون قطع تما ولاح البنت بلا شفقه ولا رحمه. البوليس مشاو لحارس العماره وداروا معاه استجواب، ولكن ما عرفتش شي حاجه وطلقوه. المحققين عياو يقلبوا في الباب يشوفوا، حيت كيف ما كان الحال هو راه واخا يهبط بنته راه غيكون سد الباب، يمكنش يكون خلاه محلول، يعني هذا الشفار باش يدخل خاصو يهرس الباب ولا يدير شي حاجه. الباب كانوا لقاوه نقي ما مهرس ما حتى شي حاجه،
المحققين واجهوا الكسندر وقالوا ليه هاد الشفار الا دخل يصفر ما شفرت شي حاجه مشفوره، وعلاش هو غيشوف دريه صغيره بلاصه ما يهرب ويخاف غادي يهز البنت وغيلوحها من الفوق ويزيد جريمه فوق جريمه. هادشي راه ما كيدخلش للعقل. وقال ليه ماشي غير غيلوح البنت، لا غادي يكون عنده الوقت باش يستنقص وغيقطع هذاك وغيلوحها من داك الشرجم بالضبط. علاش غيدير هادشي؟ ما هو السبب؟ الكسندر سكت وما عرفش باش يجاوب. هنا المحققين بداو كيشكوا فيه هو ومراته وخا البنت بنته. الصحافه في البرازيل شعلوا والقضيه ولات قضيه راي عام. واللي غريب هو الكسندر ويا طويا، لانه كي قلت لكم المحققين بداو كيشكوا فيهم يطوليهم باش يديروا معاهم حتى هما استجواب. طبعا هادشي عادي، اي جريمه اول وحدين كنحققوا معاهم هما المقربين. ممكن نجبدوا منهم معلومات اللي يفيدونا باش نلقاو المجرم الحقيقي اكيد، ولكن هما مع الفز اللي فيهم جابوا معاهم جيش ديال المحامين. ومرتو يا طويا كتقول راجلها راه خصنا هاد المحاميين حكا حيت لقاو الدم في الشقه يقدروا يشكوا فينا يقدروا يلصقوا لينا هاد الشيء، اللهم دوا معنا المحامين. وهما كيديروا مع التحقيق حتى قالت لهم شوفوا انا راه واحد الحاجه نسيت ما قلتهاش لكم، انا راه راجلي ملي طلع البنت وهبط السيروت ديالو طاح ليه، ما عرفش ناش فين طاح ليه، وغالبا هذاك الشفار شاف السيروت طاح وطلع ومشى وحل الشقه ودار هادشي هذا، وهادشي هو اللي كاين. البوليس طبعا ملي ولات الشكوك بزاف الوالدين عاودوا تاني يديروا تشيك المره الثانيه ديال الدم، طبعا بهذيك الماده ديال الومينول اعتذري لما نطقطاش مزيان. دونك رجعوا للشقه، وهنا كانت الصدمه. الشقه كامله فيها بقع ديال الدم في الطريق، يعني انت دابا ملي غتكون هاز البنت هذيك الطريق اللي داز من هذاك باها كلها لقاو فيها بقع ديال الدم في الممر وفي الارضيه، ولقاو شي دم ما تمسحش، يعني هما مسحوا شي دم وشي دم نساو ما مسحوش. وجد تقرير ديال التشريح الطبي اللي غيصدم كلشي. قال لهم الجروحه والتهريسات اللي في الجثه ديال ايزابيل ماشي كلها ديال الطيحه من ليطاج السادس. التقرير اكد باللي البنت مسكينه تعرضت لخنق شديد بيدين، شي واحد خنقها بيدو، وتضربات دقات قاسحين بزاف، وتجبدات من شعرها مسكينه حتى تحيد لها شويه الشعر. البوليس دابا تيقنوا باللي الجريمه وقعت وسط الدار، ما الشكوك فولات كتحوم حول جوج الناس، الاب الكسندر ومرته يا طويا. شكون في هاد جوج الوحش؟ واش واحد فيهم ولا بجوج؟ وكيف كل تحقيق ما كنبقاوش في بلاصه وحده، وانما كنرجعوا نشوفوا الاحداث من الاول. البوليس طبعا رجعوا للروايه ديال الكسندر ومرته، قالوا باللي البنت كيف قلنا هزوها من الطوموبيل وطلعوها. اذا فين غنتشيكيو؟ الطوموبيل. مشاو للطوموبيل ولقاو بقع ديال الدم ديال ايزابيل في وسط الطوموبيل، لقاوها على الفوطه، لقاوها في الكوش ديال خوها الصغير. تخيلوا يعني ضربات البنت وتعداو عليها وسط الطوموبيل قبل حتى ما يطلعوا للشقه. لقاو البنت مسكينه كانت ردات اشاكو من الخوف ومن الضرب، ولقاو الاثر ديال القيء على باها الكسندر في التيشيرت ديالو. لقاو الاثر ديال صباط رجالي فوق الناموسيه ديال ايزابيل اللي تحت السرجم، والاثر كيطابق 100% مع الصباط ديال الكسندر ديك الليله، يعني باها طلع فوق من الناموسيه بالصباط ديالو بديك الليله. هو كان كيقول باللي طلع يشوف، المهم ما عليناش. لقاو تيشيرت ديال باها، لقاو الجزيئات ديال داك السلك، كيقولنا دايرين سلك ديال الحمايه اللي تقطع باش تلاح البنت. لقاو تيشيرت ديالو الاثار ديال داك السلك، الشيء اللي خلاو يثبتوا باللي الجسم ديالو كله كان خارج، ماشي طل، حيت ملي كنطلوا بوجهنا كنطلوش بالتيشيرت ديالنا وتنخرجوا بحال غنلوحوا شي حاجه. دونك هما تاكدوا بانه هو لاح شي حاجه. نقص الكسندر بالفز اللي فيه وكذب وقال لهم انا اصلا ما كنتش لابس كاع داك التيشيرت نهار الحادث. قالوا له ياك اسيدي واخا ماشي مشكل، دابا حنا غادي نرجعوا فين كنتي انت بالضبط. كنتي في السوبر ماركت كاين الكاميرات ماشي مشكل، غنعرفوك شنو كنتي لابس، شنو النضاضر اللي كنتي داير، وشنو الصباط اللي كنتي لابس وكل شيء. وطبعا رجعوا للكاميرا ديال السوبر ماركت ولقاوه
لابس داك التيشيرت. وهنا كانت واحد الشهاده ديال الجاره قالت ليهم ديك الليله انا سمعت الغوات مجهد والدباز، وداك الدباز كان مده 20 دقيقه، ومن وراه سمعت الصوت ديال البنيه مسكينه كتغوت وكتقول له بابا عافاك، ما ديرش لي بحال هكا، عافاك ما ديرش لي هكا، ما ديرش لي هكا. تخيلوا الصوت ديال بنيته صغيره كتبكي. شويه قالت لهم سمعت شي حاجه زداف. قلت لهم انا ما عرفتش، قلت لهم انا ديما كنسمعهم كيدابزوا ولا شي حاجه. قلت لا ربما مشكل عادي، ولكن ما يسحبنيش غتلاح البنت من الفوق. الشيء اللي كيأكد بانهم هما اللي لاحوها. المحققين طبعا بداو كيديروا تجارب بالدميه. هما كما قلت لكم لقاو الدم ديال البنت في البالكون، في ديك ماشي البالكون، في داك الباب، ديك البلاصه فاش هي تلحت لقاو الدم ديالها. يعني البنت ملي بغات طيح كانت مسكينه كتشد، كانت كتحاول تلصق باش ما تطيحش. كانت البنت عندها 6 سنين، عندها غريزه البقاء. حنا كبشر عندنا غريزه البقاء، حتى شي واحد فينا كامل القوى العقليه ما غيبغيش يموت. يعني فاش غادي تكون في الخطر غتبغي تدافع على راسك، غتبغي دير اي حاجه واخا تكون عندك 6 سنين. فهما لقاو البقع ديال الدم ديال ايزابيل في الحيط ديال العماره، يعني برا، وداروا كما قلت لكم تجارب بالدميه باش يعرفوا كيفاش هما تبارك الله، يعني يعرفوا كيفاش هي كانت شاده في الحيط، كيفاش تلاحت، كيفاش دارت، وبزاف د الحاجات باش ما يقولوش لا راه هي اللي طاحت بوحدها، لا راه زلقات لا شي حاجه. طيب تبت واحد الحاجه اخرى اللي كتضر الخاطر، يعني نقولوا انت وحش وما نعرف شنو، كنتي مضروقي، كنتي داير شي حاجه، كنتي ما عرفت شنو، ولحتي البنت من الفوق، يعني انت وحش لحتيها. لقاو باللي البنت ملي تلاحت وبقات 30 دقيقه مسكينه وهي كتحاول تعيش، يعني هي كانت ما ماتش. وهما كانوا يشوفوا فيها في ذاك الوقت اللي هبطوا يعتقوا البنت ويقولوا يا ربي شنو درنا وهذا، لا هما ديك الساعه كانوا كينظفوا الدم باش ملي يجي البوليس يديروا الروايه ديالهم وصافي، ومريضنا ما عنده باس. في مارس عام 2010 بدات المحاكمه. الكسندر وياتويا بقاو كينكروا كيتباكاو تيقولوا حنا مظلومين، حنا كيفاش غنقتلوا بنتنا، ولكن الاقوال ديالهم كانت متناقضه. هو كيقول ما كاينش مشكل، وهي كتقول ديما حنا عايشين في المشاكل. تخيلوا دابا هو وهي، هو تيقول حنا عائله سعيده ما عندناش المشاكل، انتم كتشوفونا مشينا للبارك مشينا، هي كتقول حنا ديما عندنا المشاكل، مشاكل يوميه. المدعي العام قلب في الادله وورى هيئه المحلفين كيفاش يا طويا بسبب الحقد ديالها والغيره ديالها هي اللي كانت كتضرب البنت في الطوموبيل، والكسندر الوحش عوض ما يحمي البنت ديالو شدو قال لك تا هو مجنون، وقال لك السيد ولا كيعاون مرته وكمل على بنته وخنقها ولاحها من الدور السادس غير باش يتهنى من الصداع. بعد 5 ايام حكم القاضي على الكسندر الوحش، وحاشا واش نسميو اب، حكموا عليه ب31 عام وشهر و10 ايام ديال الحبس. اما مرتو السحاره المشعوذه الخطيره اللي ما نعرفش شنو نسميوها حنايا، نقولوا عليها ابشع حوايج، لانه ما تستاهلش نقدروا نقولوش عليها حتى زوجه، ولا نقولوا عليها امراه طيبه، ولا انه عندها اصلا 2 الوليدات ما نقدروش نفهموا هادشي اللي دارت. ولكن حتى هاد الحيوانه هادي تحكم عليها ب 26 عام و8 شهور ديال الحبس، والمحكمه زادتهم 8 شهور بجوج، حيت غشوا، حيت هما ماشي غير قتلوا البنت، ماشي غير يديروا هادشي، وانما هما حاولوا يضيعوا الوقت للبوليس، بداو كينظفوا تما وبداو كيقولوا لهم حكا شافوا واحد السيد كيجري وحكا طاح لينا الساروت، يعني ضيعوا لنا الوقت. وهادشي خلاهم يتزاد لهم 8 شهور للواحد. هادشي كيضر في الخاطر ياك، كيضر في الخاطر، ولكن اللي غيضركم في الخاطر اكثر هو حقا قال لك في القانون البرازيلي داروا واحد التخفيف على السجناء. فشنو كيديروا لهم؟ قال لك سيدي غادي يوليو يخليوهم في النهار، يعني من دازت مده، طبعا الشيء دابا يمكن طبق في 2025 يمكن في 2024 ما عرفتش بالضبط، ولكن قال لك دابا كيقدروا انهم هما يخرجوا في النهار يحضروا للمناسبات يعيشوا الحياه ديالهم، وبالليل كيمشيو كيباتوا في الحبس. يعني هما ما عندهمش 100% حياه حره، ولكن اليوم ديالهم كيقدروا يمشيو يدوزوا مع ولادهم، كيقدروا يدوزوا مع بعضياتهم. وتخيلوا هذه الجريمه كامله دارت ومع ذلك الجوج باقين مع بعضياتهم، باقين مزوجين حتى اليوم. غتقولوا لي هادشي كيضر في الخاطر والظلم، ولكن كيف ديما كنقول لكم
شتي واخا هاد الجوج هادو ما تحاسبوش كيف ما خاصهم يتحاسبوا في الدنيا، كاينه محكمه ديال الله سبحانه وتعالى، تما غادي توقف ايزابيل وغتاخد حقها من هذاك الاب اللي حاشا واش نقولوا عليه اب ومرته الشريره. هذه هي القصه ديال ايزابيل. ما تنساوش ديروا لي شي تعليق، الراي ديالكم كنبغي نعرف الراي ديالكم. ما تنساوش ديروا لايك واشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. شكرا ونشوفكم في قصه جديده. السلام عليكم.